ما قدرت اقول لا. في شي بدي اثبته لنفسي كان للشامي الصغير. من 10 سنين كان حلمي يكون هنيك، بس الحمد لله اليوم أنا هون. شوي استغربت اول ما اجاني الخبر، بس كتر خير الله. عندي لما وافقت كنت عارف انه انا قد هذا الموقع ان شاء الله، وان شاء الله هيك بدخل لقلوب الناس، والله يحبب خلقه فيني وكون عم بستغل هذا الموقع بطريقة منيحة وإيجابية للفن وللمواهب يلي موجودة. يا رب. مبروك شامي، مبروك. اعطيني أهم سببين حمسوك توافق على The Voice Kids. والله أنا بحب الأطفال، وأنا منتج. يعني أنا أنتجت لإلي وأنتجت لغير فنانين أعمال نجحت وعم تنجح كتر خير الله. فأنا عندي هواية بالحياة إني أصنع الموسيقى وساعد الأصوات وإلى آخره، لأنه أنا صنعت موسيقتي وساعدت صوتي. فعندي هاي العقلية بحياتي. هذا أول سبب. السبب الثاني هو إنه كان في شيء شخصي، إنه أنا كان حلمي وقف على هذا المسرح، وقدمت على مسرح The Voice Kids، وللأسف ما زبطت إني وقف على مسرح The Voice Kids. فلما الدنيا لفت سبحان الله واجاني هذا الموقع اني يكون فيه، ما قدرت اقول لا. في شيء بدي اثبته لنفسي كان للشامي الصغير.